تخيلوا يا جماعة، نجم العالم، قائد الديوك ومهاجم ريال مدريد الأول يترك كل شيء ويهبط فجأة في الرباط. إجازة؟ لا، الموضوع أكبر من كذا بكثير. وش اللي جاب كيليان مبابي للمغرب قبل ساعات من مباراة الحسم؟ يا هلا والله، السالفة وما فيها إن صحيفة ليكيب فجرت القنبلة اليوم. مبابي وصل الرباط هو وعائلته الكريمة، الوالد والوالدة وحتى أخوه إيثان. طيب ليش؟ يقولون لكم الرجال ما قدر يرفض طلب أخوه اللي ما جابته أمه، أشرف حكيمي. حكيمي رفع السماعة وقال له: يا أخوي، إن بيك ويانا في المدرجات يوم الجمعة ضد مالي. مبابي قال: تم، تذاكر، طيارة، وعلى ملعب مولاي عبد الله سيدة. تخيلوا المنظر بكرة، الجماهير المغربية مولع الملعب والعيون كلها على المنصة، مبابي جالس يشجع أسود الأطلس. والخبر يقول إنه مو بس جاي يشوف المباراة، لا، ناوي يمر على معسكر المنتخب ويسلم على اللاعبين، وبالأخص حكيمي اللي راجع من إصابة، يعني فزعة خوي لخوي في وقت الشدة. بس لحظة، تدرون وش الصدلة؟ مبابي قاعد في المغرب لين يوم الاثنين 29 ديسمبر، يعني الرجال مدد إجازته ومروق على الآخر قبل لا يرجع لتمارين ريال مدريد. يعني أنشيلوتي الحين يفرق يدينا ينتظره، ومبابي جالس يتقهوى في الرباط ويتابع أفريقيا. يا ساتر على الروقان. السؤال الحقيقي الحين، هل مبابي راح يكتفي بالمشاهدة ولا بنشوف لقطات حصرية له وهو لابس قميص المغرب ويحتفل مع الجمهور في الشوارع؟ الأيام الجاية فيها مفاجآت ما تخطر على البال. عشان ما يفوتكم أي شيء من كواليس هالزيارة التاريخية، طقوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. أشوفكم بكرة مع التغطية النارية. سلام.